بينما أنت يا صديقي كنت بتاكل كحك العيد، أنا كنت بتابع خبر تسريب بيانات 85 مليون مواطن بس. لاحظت إن الحساب اللي بيروج لبيع البيانات دي جديد نسبيا، ودي أول حاجة خلتني أشك إنها ممكن تكون عملية نصب. قلت أتحقق من بعض أرقام التليفونات المسربة واللي ما كانتش صحيحة على الإطلاق. كمان لقيت إن بعض الأرقام القومية المعلن عنها غير منطقية على الإطلاق، زي مثلا إنك تلاقي شهر الميلاد 13 أو 18 مثلا، وده بيدعم نظرية إن ممكن تكون جزء كبير من البيانات دي مخلقة بالاي اي. لكن كمان بعض البيانات كانت تبدو صحيحة، وأنا هنا برجح إن ممكن الهاكر يكون استخدم بعض البيانات من تسريبات قديمة زي سوافن مثلا. في النهاية خبر زي التسريب ده ممكن يكون المقصود منه مش أكتر من التشويش على الأمن القومي المصري، وخصوصا إنه جاي بعد تسريبات فيك اتعمل لها بروباجندا كبيرة زي التسريب بتاع فوري مثلا، واللي ادعى فيه الهاكر إنه حصل على البيانات وفي الآخر مسح التسريب. في رأيي الحاجة الأهم اللي بتخلينا نشك بالتسريب نفسه هي الفرقعة الإعلامية المصاحبة لأي تسريب، لأن المنطق بيقول إن اللي عايز يبيع البيانات محتاج يبيعها في هدوء مقابل الفلوس، مش هدفه الفرقعة الإعلامية ولا إنه يهلل عليها. وهنا مثلا يا صديقي، هل من المنطقي إن الهاكر يطلب $3000 بس مقابل بيانات 85 مليون مواطن مصري؟ سوري، كده الهاكر ده أهبل والعملية دي واقف عليه بخسارة. خبر التسريب ده مش بعيد عن أخبار تسريبات تانية كتيرة اتعمل لها شو إعلامي وبروباجندا كبيرة على مدار ال6 شهور اللي فاتوا. وهنا بناء على تحليلي قد يبدو إن العملية دي عملية احتيالية ذات دوافع سياسية. في النهاية الهدف من الفيديو ده إن غير المتخصصين يعرفوا كويس قوي إن مش كل بيانات مسربة بتكون بيانات حقيقية، وإن ممكن يكون أي تسريب كل المقصود منه مش أكتر من دعاية سلبية أو هجوم سياسي. أنا إيمان علي، ودي سايبر توكس.